أم عادل معلش، احنا ما نبي فضايح وشوشرة بالمحاكم، خلينا نتفاهم ونحل الموضوع وديا. شلون يعني وديا يا اخوي؟ ايش قصدك من الكلام اللي قاعد تقوله؟ قصدي تطلعين على الأوراق وتعرفين زوجك ما له شيء بالمصنع. اسمع يا ناصر، لا تحاول تقنعني أو تضحك علي بالكلام هذا. لا تفهميني غلط يا أختي. غلط؟ أنا أفهم أخوي حبيبي غلط؟ لا 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 لا، بالعكس، من قال هالكلام يا ناصر؟ أنا فهمتك صح، وأنت ما قلت الكلام هذا من فراغ، إلا أنك متأكد أني أنا وولدي لنا نصيب في هالمصنع يا ناصر. أم عادل صدقيني مو هذا قصدي. لا 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 يا ناصر، الأمور هذه فهمتها يا أخوي عدل، وأنا بصراحة ما أحب حد يضحك علي وياخذ حقي. يا بنت الحلال، من اللي ضحك عليكي؟ أنا أتكلم معك بكل صراحة ووضوح. وأنا بعد يا ناصر، وأنا بعد قلت لك إذا ما تاخذ حقي، أو بالعربي ما تعطيني حقي أنا وولدي، أخذه بالمحاكم يا ناصر. يعني مصر على رايك؟ أنا بصراحة إنسانة أبي حقي وما أحب حد يضحك علي. أم عادل، ترى أنا أخوك وخال ولدك ومسؤول عنكم، لا يعنيك الطمع. ما علي، أنا راضية بالعمى، بس أعطوني حقي.
تصبح على خير يا اخوي، يا ولد امي وابوي، يا صاحب الحق. على فكرة يا ناصر، نسيت اقول لك شغلة مهمة. لا تنسى تتشاور مع زوجتك بالامور هذه، يمكن تفيدك بشيء. هلا بحبيبتي سارة، كلميني من دون ما تمسيني. طيب أنا آسفة، مرت أخوي حبيبتي، أموت فيكي أنا أقول نوال، إيش رأيك تروحي تكلمي ناصر اللي هو زوجك أخوي يعني، وتتفاهمين معاه بخصوص موضوع الورث اللي هو حقي وحق ولدي. بكون شاكرت لك واجد. منك يا سارة، لو مو ناصر هنا في البيت كنت وريتك. ويوم خوفتيني، لو مو ناصر هنا روحي شو ناصر. وش اللي يصير لونس؟ بعدين غريبتك في الباب الغرفة، أكيد في شيء. وش اخبارك؟ من أي ناحية؟ يعني وش قررت؟ ما أدري بعد ذيك الليلة. اقول لو عرضتي على هيفا انها تودي ام سعود ده الرعايه توافق؟ ليه ما توافق؟ خصوصا إنها تعبانة من أم سعود. ها شلون؟ أم سعود كبيرة بالسن، تنسى وما تسمع، وإذا هيفا تحملتها يوم ما تتحملها الأيام الثانية. في رأيي غلط اللي قاعد يصير. هذا أخوك والمفروض إنك ما تجرجريني في المحاكم. اسمعي، أنا بصراحة الحين ماني فاضية لك، من شوية ناصر والحين أنتي، وش تبغين يا نوال بالضبط؟ فكري فيها زين يا سارة. ما حد له شغل فيني، هذه حياتي وأنا حرة فيها. في شيء ثاني يا نوال؟ طبعا أنت حرة فيها، لكن أقول لك استحملي النتائج في النهاية. إيه بس قولي حق اللي أرسلك إن حقي باخذه بالطيب بالغصب باخذه. إيه اتفقت مع زوجها والحين جاية تقنعني، لكن على مين يا ناصر؟ هين. أمينة لما تخلصين روحي نامي، تصبحين على خير. ناصر، بعدك ما نمت؟ مو جايني نوم. هونها تهون. مشكلة كل ما أجي أصلحها تتعقد. خلاص، طالما أوراقك سليمة وهي تبغى المحاكم، خلي المحامي يتصرف معاهم. لو تحقق اللي في بالي يا حنا بنلعب بالفلوس لك. مشكلتك انك تحب الفلوس كثير وطماع، وانا مشكلتي اني صديقك، كل ما اروح بطريق تلحقني واقتنع بكلامك وتكسر خاطري. حمدان، انت مشكلتك بالضبط وشي؟ انك فاهم انك انت احسن الناس، وانك انت الذكي الوحيد، وانك انت صاحب المزاج بالتخطيط والتفكير والتكتكه يا حبيبي، والذكي ملك زمانك. حبيبي سعيد اذا اكتشفنا هالمره ما راح يسامحنا، المرات اللي طافت سامحنا، لكن هالمره كلبوش بيسلمنا الشرطه بتهمه النصب والاحتيال. لو ضبط موضوعنا بنطلع من القضية على بند القانون لا يحمي الأغبياء. سعيد غبي وطماع، وطمعه هو اللي بيطيح. وشلون؟ بشرني.
كيف تبي تلعب اللعبة؟ عن طريق منير. نعم؟ منير هذا الدلخ؟ منير هذا اللي قاعد يلعب بالزرع تقول طفل صغير؟ منير هذا اللي لحق الجراد؟ حمدان، السر إذا طلع من اثنين يا متكتك خلاص يخرب تروح ريحته. الحين ما هو بنت اللي قلت لي، فكرنا بفكرة ننتقم فيها من سعيد، خلاص الباقي أظلم. حبيبي سعيد احنا اللي ابتدينا معه واحنا اللي سرقنا الرقع. ايه الرقع، وكان موديها بطريقة غير قانونية وحنا ما سوينا له شيء. الحياة شطارة يا طارق، شطارة، والحياة أيضا جولات، والذكي هو اللي يكسب الجولة الأخيرة، وحنا إذا استعدينا للجولة الأخيرة بنكسبها. أنا المحامي سليم، وكيل سارة أم عادل اللي هي أختك. أهلا وسهلا. آمر. ما يمر عليك عدو، أنا جاي عشان نتفاهم. وشو علينا نتفاهم؟ بخصوص مصيب أختك وولدها في المصنع. أختي وولدها ما لهم شيء عندي بالمصنع. بس أنا عندي أوراق مستندات تثبت أن عدنان اللي هو أبو عادل له نسبة في المصنع. وأنا عندي أوراق ومستندات تثبت أن عدنان اللي هو أبو عادل ما له شيء عندي بالمصنع. بالعكس مديون للمصنع بأكثر من رأس المال اللي حطه. طيب ورني الأوراق والمستندات اللي عندك. آسف. ليش؟ من غير ليش. هذه أوراقي ومستنداتي الخاصة، وأنا بقدمها للقاضي عن طريق المستشار القانوني للمصنع. يعني ناوي تشتكي؟ لا أنا ماني بناوي أشتكي، بس اللي ما هو مقتنع المحكمة تقنعه. طيب خلنا نشوف المستندات، وإذا اقتنعت يمكن أقدر أقنع أختك تتنازل عن القضية. أنا قلت لك والأوراق هذه ما أقدر أوريها أي شخص إلا عن طريق المستشار القانوني، فهمت ولا لا؟ فهمت وش المطلوب منك يا منير؟ فهمت يا حمدان، فهمت. طيب تقول له عمي مشغول ما يقدر يقابلك وكلفني أقوم بهالمهمة. يا سلام عليك، بس حقوك يا حمدان. سعيد يصدق؟ إذا ما صدق عاطه الجوال اللي معك الرقم وخله يتصل، وإذا اتصل أنا رد عليه بدل عمك ماجد. أنت ترد يعني وش دخل ترد؟ أنا رد عليه وأغير صوتي، افهمني يا خبل. يعني أفهم من كلامك هذا أن ناصر ما يبي يعطينا حقنا؟ هو ما قال كذا، لكن هذا معنى كلامه، ويبدو أن الرجال واثق من نفسه وهو مصمم ما نحل القضية وديا. أجل ما في إلا نقدم عليه شكوى. أنا أفضل كذا عشان نحط النقاط على الحروف. أي نعم، أبيك تقدم عليه شكوى وباكر يعطينا حقنا غصبا عليه. وش الحل الحين؟ معقول أضيع شبابي وأنا أخدم المصروف؟ ليه موديها دار معاها وأنا أشوف نفسي؟ على الأقل أرتاح من الهم اللي قبل ما أتطور. لكن وش أسوي؟ لازم أشوف نفسي قبل فوات الأوان. نجلة! يا نجلة! نعم يا خالتي. يا بنت! وينك؟ هذاني يا خالتي. يخلخل عظام عدوك. أقدر العشاء؟ يا خالتي الحين الساعة 2 الظهر. كم؟ الساعة 2 الليل؟ بالنهار يا خالتي. يشوح. العاد أذن العصر. وبعدين معك يا خالتي. وش هو؟ قومي 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 حضري العشاء قومي. إن شاء الله. وش هو؟ هقول لك إن شاء الله يا خالتي. ألو مروة، شلونك؟ أنا زينة مشتاقة. متى بنين نشرب القهوة عندكم؟ أنا بقول حق أمي
وأرسل لك خبر. يا مروة ودي أشوفك. يلا أكلمك بعدين. مروة يا مروة ايش فيكي يا بنتي؟ لا تخوفيني عليك، ايش فيكي؟ يا يما أنا شبيت الليت. يا مروة انت ما تخافين من الظلام يا بنتي؟ لا أنا أرتاح شديد. مروة شو التليفون عندي؟ كنتي تتكلمي مع أحد؟ كنت راشد كان يكلمني. ايش كان يقول لك فيه؟ متى بي هو وأمه، لازم أحدد له موعد عشان هو وأمه يطلبوني. يجوا في أي وقت يا مروة. شلون يجون بأي وقت؟ شلون؟ وعمي يداوم بالليل. مروة يا بنتي عمك يوم الجمعة ما يداوم، خليهم يجوا يوم الجمعة. إيه صح، عمي ما يداوم. أنا بكلمه وبقول له زين. مروة بنتي هاتي التليفون، أبي أكلمك عمك أبو مهزم، راح شغله اليوم وهو تعبان، أبي أطمن عليه. إيه زين قولي له ياخذ رقم راشد ويدق هو على كلمة. يا مروة يا بنتي الحين الوقت متأخر، يزعج الناس. يا يما هذا خطيبي. يا مروة يا بنتي هذا ما هو خطيبك، يكون خطيبك إذا جاء وطلبك. افهميني، لا تجننيني يا مروة، لا تجننيني. أقصد بحكم ما يكون خطيبك إذا جاء وطلبك. فهميني يا بنتي، فهميني. لا هو يبيني. انت ليش صدقت؟ أنا ما قلت شيء يا مروة يا بنتي، ما قلت شيء. عيونك هي اللي تقول. يا بنتي ارحميني وارحمي نفسي. شوفي الواقع يا مروة، كوني واقعية يا بنتي. لا واقعنا، الواقع مرعب. خالد أنصحك تقرأ هذه الرواية. اقول بلا روايه بلا هم، اساسا انا ما احب القصص الطويله. هذه الكاتبة خيالها واسع، وأحس إنها تكتب عن تجربة شخصية. وش اسمها؟ دالة علي، اسمها الحقيقي مستعار الله أعلم. المهم خلينا من هذا الموضوع وخلينا في الاهم. هيفا وش اخبارها؟ علمي علمك. شلون علمك؟ انت ما تواصلينها، تزورينها، تكلمينها؟ من هذيك الليلة لليوم لا شفتها ولا اتصلت عليها. لا ارجوك يا امل، حاولي باقرب فرصه تشوفينها وتكلمينها وتطمنين عليها وتشوفي ايش قررت. حاضر. سارة إلى هنا وبس. أنا ما عندي استعداد جرجرة في المحاكم، كل يوم أنا في محكمة، كل يوم تطلعت لي بقضية ما هي بالثانية. سارة ضيعت فلوسك على شيء معروف نتيجته سلفا. يا بنت الناس أشغلتيني. اسمع يا ناصر، أنا إنسانة أطالب بحقي، ما أبي أكثر من حقي. وأنا ما قلت شيء، بس لو ولدت شيء ولا لسنتي شيء أنا أعطيتكم، ما أخذته. إنزين ممكن أعرف وشو الحل؟ الحل انك تقعدين في بيتي ومعززه مكرمه، انت اختي وولد انا خاله، وانا مستعد اصرف عليك، وانا قلتها قبل كذا. واسمعيني، ترى انا اخوك من لحم ودمك، ماني بغريب. الناس وش تقول عنا، الاغراب وش يقولون عنا، الشركاء وش يقولون عنا. بس هذا اللي يهمك؟ الناس وش يقولون والشركة وش يقولون؟ اقول بس قوموا انت اخوات.
خالتي هذا عشاء. عشاء؟ بي أحد يتعشى بالنهار؟ خالتي احنا ليل. ايه ايه ايه، وانا اقول ليش نعسانة. ايه، ما ابي اتعشى، ابي لبن. ما عندنا لبن. ايه ايه ايه، ابي حليب ناقة. ولا حليب ناقة عندنا. ايه، ما ابي اتعشى، روحي ومرة ثانية لما تدخلي دقي الباب. انزين، العشاء عندك، اذا جعتي اكلي. اختك الله يسامحها اشغلتنا واشغلت نفسها، وبعدين خسرت فلوسها، وحتى المحكمة حكمت لها ان ما لها شيء هي وولدها بالمصنع. الله يهديها، هي عنيدة وراسها يابس. أنا ما أدري شلون أبو عادل متحمل، الله يرحمه. لا تواخذني يا ناصر، الديون اللي رتبت ابو عادل كلها سببها اختك. بس اسمعني، اختك تراها شعر وجهك، ومطلوب منك انك تصرف عليها هي وولدها. يا عم حمد، هذه أختي وما يبغى لها بساط، وهذا أنت قلتها بنفسك. بس هي الله يهديها لو تفكنا من المشاكل وجع الراس كان أحسن. خلاص، هذا أخذت من الدنيا دروس اللي تكفيها. وبعدين المثل يقول يعمل بصر لكن ما تعمل بصيرة. صدقت. أمينة، أمينة. نعم الله عليك، أبي شاهي، ولا تنسين كاسة الموية. يلا بسرعة. ساعتين. نعم. حق مكانها زودتها. أنا لو أطالي الحين كنت من زمان ذبحتها. الله يعيني عليها. بس اطمني الفحوصات كويسة. الدواء اللي عندك وتركيه. هذا الدواء ثاني. تفضلي يا دكتورة. حاضر. أنا سهيفة، تفضلي. إن شاء الله. هلا وغلب هيفا. هلا تفضلي. كيفك يا دكتورة؟ عسى ما شر، ليه قطعتيني؟ أنت عارفة يا دكتورة، أنا ما عندي تليفون عشان أتصل فيك ولا أقدر أجيب. أنا آسفة يا هيفا، بصراحة أنا محرجة من جيرانك. معك حق، بس على الأقل لو في الأسبوع مرة تسألين عني. تكفيني دكتورة، لا تقطعيني. وش فيك يا هيفا؟ خير؟ ردي علي هيفا. ما فيني شيء. أجل ليش حزينة؟ دكتورة أنا تعبانة نفسيا. ما أدري، حاسة إن كل شيء ضدي. تعوذي من الشيطان، هذا قدر مكتوب وانتي مؤمنة ولازم ترضين بالواقع. أنا راضية دكتورة، بس المشكلة ما عندي أحد أشكي له همومي إلا أنتي، والمشكلة إنك بعيدة عني. خلاص راح أجيك وأزورك. تكفيني دكتورة، لا تقطعيني. المهم طمنيني عنك، وش أخبارك؟ الحمد لله. الحمد لله. وخالتك من سعود وش أخبارها؟ متعبتني يا دكتورة. سارة شوفي. الله يجنن يا نوال، أشوف. أوف، ألوان جنان مثل الألوان اللي أنت لابستها. إيه تصدقين؟ بس تصدقين علي راح يطلع أحلى. إيه بس ناصر تو جاب لي إياها وأخاف يزعل إذا ما شافها علي. لا 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 حبيبتي، ناصر أخوي وعارفة، وأنا أخته ما راح يزعل.
يا هلا والله، يا هلا بأمين، يا هلا والله بالغالي. هلا بك. ها وش رايك في البيت؟ ما ادري شو اقول، حقيقه عن تنظيم رائع جميل، ورد زهور اشجار، صراحه رهيب انت يا استاذ سعيد. ما شاء الله ما شاء الله، الحمد لله الحمد لله. الحقيقه يا امين انا حبيت انك تجي للبيت هنا عشان ناخذ راحتنا بعيدين عن المزرعه. شفت كيف؟ الا قل لي وش سويت مير في الموضوع مع عمك يعني؟ ايه الحقيقه يعني انا كلمت عمي فشرحت له الوضع يعني، والرجل للاسف انه اعتذر عن مقابلتك شخصيا، لانه يعني فعلا حسيت انه بزنس مان عنده وفود يعني في المكتب في العمل في البيت معاهم في المشاريع، يعني ما عنده وقت يعطيه لحضرتك. خلاص حصل خير حصل خير، نستنى شوي لين يفضى. هي لا انا عندي اقتراح يعني سم استاذ سعيد، ان الكلمه يعني بالجوال، لانه عمي انا امون عليه اي وقت، ما في مشكله. ما يمنع ذلك ما يمنع، خلاص ما دامكم متحاسبين ما يمنع ذلك، خلاص حاسه اجل من جوالك. لا الله يطول عمرك استاذ سعيد، هو الحقيقه انا جوالي انا نسيت جوالي يا استاذ سعيد، كان في الشاحن، مع العلم انه هديه من عمي ماجد، جوال خاص جايب لي ب3 كاميرات وفيديو وراديو. ما شاء الله بس حصل خير، خذ جوالي اجل ادق عليه وحاس يلا. سبحان الله حتى رقم سهل لعمي يعني. الحمد لله الحمد لله. ما ادري كيف جابه. اي يلا مو زي جوالاتنا، مو زي جوالاتنا. ما عاد الحمد لله الحمد لله، الجود من الموجود. الو هلا يا عمي، انا اسف جدا، انا عارف انك بزنس مان ومشغول، الله يطول عمرك، ولكن تمهني ثواني لانه الحقيقه كلمتك يعني مسبقا، وهالحين على اساس الاستاذ سعيد. ايه نعم اين الله يطول. لا يا عمي الله، لانه يعني الرجل هذا كويس وجهه بشوش وحبيب وودنا نخدمه يعني، وانت سيدي انت اللي علمتني بدايه كفاحك يعني، كنت في التاكسي والغمارتين، انه الواحد لازم يساعد الناس. الله يسلمك. اي نعم الله يوفقك يا عمي، الله يوفقك. ابشرك وافق لحظه. اي يا عمي اسكيوز مي يا عمي، ممكن يعني استاذ سعيد لازم نكلمك شخصيا عشان نفهمك وش المطلوب بالضبط. الله يسعدك. تكلم الاستاذ سعيد. شكرا يا عمي شكرا. هلا والله بالاستاذ عادل. اي اسف ابو عادل مساك الله بالخير طال عمرك. عمي ماجد. اي صح. وشلونك طال عمرك يا استاذ ماجد؟ يعلك طيب ان شاء الله. الله يحفظك، الله يسلم هالوجه ان شاء الله. الله يحفظك الله يحفظك. الحقيقه انا اتشرف جدا بمقابلتك طال عمرك. سم؟ اي انا على كل ابى اقول لك اللي ابغى اقوله ان شاء الله باختصار. اي نعم يا ليت انك تتكلم بسرعه وتقول اللي عندك، لاني الحقيقه معنا يس نو ايه انا مشغول مع يس نو وفد اجانب يعني، وفد اجانب. ايه الحقيقه طول عمرك مثل ما قال لك الاخ امين طول عمرك، انا عندي مبلغ من المال ودي استثمره طول عمرك في شركتكم. خلاص عطى المبلغ، عطاه امين. ها ابد ومالك الا اللي يسرك. طال عمرك انا صراحه يعني ودي اعرف بالضبط يعني نسبه الارباح كم طال عمرك؟ انت وش كثر تبي؟ طبعا في كرمك الله يحفظك ان شاء الله يخليك لنا. ايه نحسب لك 5% على كل 100,000. ايه بس قل لنا وش كثر المبلغ؟ مبدئيا طال عمرك 5 مليون. نو لا خلهم 15 مليون حق الرقعة اللي ضاعت، اقصد حق الشغل يعني. 15 مليون؟ طيب طال عمرك ما يصير اقل شوي طال عمرك؟ احنا شركة كبيرة ايه لها وزنها في السوق، واستثماراتنا لها مبالغ كبيرة. الحقيقة طال عمرك الرقم هذا ال 15 بالذات اتشائم منه الله يرحم والديك. احنا شركة كبيرة ايه لها اسمها في السوق، واستثماراتنا استثماراتنا
واستثماراتنا مبالغ كبيرة. يا طويل العمر، ال 15 هذا او اي رقم 15 اتشائم منه، الله يرحم والديك، ما في غير هالرقم. لا 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 خلاص أجل، خلهم 16 مليون. مع السلامة. يا اخي ايش فيك؟ ليه قبلت الخط؟ عشان ما يحس ان احنا بحاجته. حمدان وبعدين معك، احنا بحاجة هالرجل. يا غبي، اقصد لازم يعرف ان الشركة ما هي بحاجته، ونحن شركة كبيرة ما نركض وراه، لازم نحسسه ان حنا ما حنا مهتمين فيه. اقول استريح زين، بس كذا ضيعت علينا ال5 مليون. يا اخي كان وافقت على الاقل. 15 مليون يعني 15 مليون كذا اركبت في راسي. اخ منك ومن راسك. اللي حصل؟ المهم تكفى، الله يرضى عليك، الرجال ما كنا راضي باللي صار. تكفى الله يرحم والديك، اتصل بعمك وقل له خلاص انا اتشائم من رقم 15، انا اتشائم من رقم 15. قل له بس يرضى، بس الله يرضى عليك، قل له يرضى بس بال5 مليون، وبعدين كل حدث حديث، الله يرحم والديك. حاول يعني ابذل جهدي مع عمي، ما يمكن ناجي. اتصل عليه تكفى الحين، اتصل عليه. اوه شلون يا اخي نفسيتك تقبلك يا اخي، الرجل عنده ضغط وسكر وتنرفزه، قول له اوكي يا 15 الله يا اخي انا ما اقدر على 15، قل له 5 مليون وبس، وبعدين خير البر عاجله وبسرعه، تكفى الله يرحم والديك. لحظه يا اخوي، هذا الرجل بزنس مو بزيك فاضي. شوف بس اهم شيء تكفى الله يرحم والديك، ها يزيد نسبه الارباح، الله يرحم والديك. طيب الو عمي ماجد، احنا اسفين، معليش يا عمي، انت رجل يعني وسيع صدر وحبوب، هو ودي يعتذر منك الصراحه، وقال لي انا اسف اني غلطت، بس انه يعني الرجل يتشائم من رقم 15، بس المشكله 16 17 ممكن نقول، لا 5 مليون يا عمي، الرجل حبوب يبدا بدايه بسيطه طال عمرك، واذا ضبط المشروع ان شاء الله وضبطت الاوضاع الله يطول عمرك 5 مليون يا عمي، الله 5 مليون كفايه الان مبدئيا، وان شاء الله مستقبلا 15 مليون الله يطول عمرك. قلها ان شاء الله. يا عمي طلب صغير، هذا الرجل حبوب يعني نسبة، الله يطول عمرك، يعني هذا الرجل نحب نقدره. إيه. لا أنا ما أبغى نسبة أبدا، الأستاذ سعيد ما أبي من النسبة يا عمي، أنا عامل خير لله. الله شكرا، الله ماشي يا عمي إن شاء الله. إيه خلاص موافق، بس ها جيب الفلوس هنا إيه في المزرعة، ولا تقعد تلف وتدور، ترى أضنطك إذا رحت كذا ولا كذا. يلا مع السلامة. شكرا يا عمي، شكرا، ما يمكن، واسفين ازعاجك واخذ الوقت منك، شكرا. مبروك أستاذ سعيد، وافق. لا إله إلا الله، وافق على 5 مليون؟ نعم. لا جزاه الله خير، وانت تراك عزيز وغالي، من يوم شفتك سبحان الله أنا مبسوط منك يا أمين. منو أمين؟ أنت. لا يا أخوي أنا مني أيمن. أيمن. وين 5 مليون اودي لعمي خلصنا. سب يا هلا والله ومرحبا، اهم شيء تاكل، القهوه، العلوم الطيبه يا ولد، الحقونا بالغداء، الحقونا بالعشاء والشاي والعيس كريم. يلا استاذ سعيد ما في وقت، انا لازم اخذ فلوس واعدهن، لان هذا بزنس، زي ما استلم اسلم. ما انت طالع من هالبيت لين تاكل وتشبع ثم اهلك. استاذ سعيد معليش، في موضوع ثاني بكلمك فيه بسرعه، خليك انسان بزنس وبدون زعل. انا يمكن قدام عمي قلت ما ابغى نسبه، لكن لا رجعنا الجد، انا ابغى نسبه وباخذ عن كل مليون 1000 ريال. عن كل مليون 1000 ريال، يعني كل الملايين ال5 ب1000 ريال، خلاص موافق. بس يا استاذ سعيد الموضوع ما يتحمل الكلام هذا. 1000 ريال خلاص، ابغاك تقول 1000 ريال خلاص، على الملايين ال5 1000 ريال. الحمد لله. شكلك ما تبغى تستمر معنا وتصير زبون زين. يا ابن الحلال تراك عزيز وغالي، الله يهدينا وياك، وحنا بدونك ولا شيء، وبعدين انا ماني بزبون. لا انت زبون، ترى ما تعرف قيمه، والزبون اكسترا. تفضل يما. وانا نفسي عمتي. علي ايش فيك؟ خير ان شاء الله. ابوي عمتي، ابوي بتزوج على امي. معقوله؟ شو السبب اللي يخليك تتزوج على امك؟ السبب ذكريات اللي عايش فيها في الامارات، مو راضي يطلع منها. صدقيني عمتي، انا وسمر حاولنا نحل المشكله، ما في فايده، وهذه النتيجه. لا تزعل نفسك الحين، واللي من الله كله خير. لو سمحت يا أمينة طلعي الغسيل من الغسالة. شكرا. أقول يا نوال،
وين العقد اللي اشتريته لك؟ ما عاد اشوف تلبسينه مثل اول. تراي احب اشوفك وانت لابسته. أعطيته سارة. وليش تعطينها اياه؟ ناصر ما عندها ذهب. ولو انا اشتريته لك. أدري معك حق، بس سارة باعت كل ذهبها علشان تدفع للمحامي والمحاكم. تستاهل. لو انا منك ما اعطيها. معليش يا ناصر، هذه أختك وما حبيت أكسر بخاطرها. نوال، هذه لا تعطينها وجه. ترى اذا اعطيتها وجه تتمادى. اختي وانا اعرفها زين. سارة خاطرها مكسور، بالذات من بعد ما توفى زوجها. أحس إنها خسرت أشياء كثيرة. ولا تنسى ترى زوجها كان يدلعها. هذه انانيه، ما يهمها الا نفسها. لا تغرك بالكلام المعسول اللي تقوله. ليش سكت يا اخوي؟ كمل، قول اللي عندك. طبعا ما في شغله، ما عندكم حد تجيبون في سيرته غير ساره معادل المسكينه. اي والله. وانتي شفتي العقد هذا؟ ما راح تشوفينه بحياتك. كملوا قولوا. تصدقون كذي انا احصل حسنات. انت اخوي انت بذمتك؟ ايش تبين؟ لا يا خالتي، بس ما في شيء، بس بغيت اطمن عليك. طب ادرفي انقلعي. طيب انقلعي برا انقلعي. طيب معقول؟ هذا اللي صار. وش تبي تسوي الحين؟ ما ادري والله. تخطب له؟ الرجال مصر يبي هذه الحرمه، لا ويقول لي بعد الموضوع عندك تدبر الموضوع. الله يعينك، الموضوع صعب. اي والله صعب مره. اقول يا خالد، تتوقع مين كلمني اليوم؟ مين؟ ما غيرها. هيفا؟ كلمتك اليوم؟ وزارتني. وش اخبارها؟ وش مسويه؟ كيف نفسيتها؟ كيف؟ شوي يا خالد، الناس تسأل سؤال تنتظر الجواب، انت تسأل 20 سؤال. معليش سامحيني، من فرحتي بس. عمي وش اخبارها؟ صدقيني يما، الرواية هذه أحس إنها تنتشر على العالم العربي كله. إن شاء الله الله يسمع منك. لا وزيدك من الشاعر بيت، اليوم متصلين عليه دول عربية يبون نسخ منها. ما شاء الله، شيء يبشر بالخير. صدقيني يما، أنا حاسس إن الرواية هذه فال خير علينا. يا رب إن شاء الله. زين، وكم نسخة سويتوا للحين؟ إلى الآن تقريبا 10,000. ما شاء الله. وكم المطلوب؟ 15,000. ما شاء الله 15,000. معقولة؟ معقولة ونص يا مراشد. أنت اسم معروف ورواياتك مطلوبة، وليش ما يطلبون العدد ذا كله؟ الحمد لله، هذا بفضل ربي. الحمد لله على كل شيء، والله يعطيك الصحة والعافية. وياك حبيبي. ألو؟ شوف من. الو ما حد يرد. سكرت؟ ايه سكرت. وش عرفك انها بنت؟ يا يمه، أنا صايرة تجيني إزعاجات كثيرة على الجوال لدرجة إني قفلته. واللي ما يطول العنان
حامض عنه يقول. سارة هذا مو بذنبي، هذا ذنب زوجك تصرف سيء. وبعدين احمد ربكم ترى الاخ سعيد بغى يشتكي بس انا وقفت الشكوى. ويخوفتني يا اخوي وخليه يشتكي، ايش بيسوي يعني؟ بيدخلني السجن احسن عشان افتك منكم وارتاح. سارة اختي تعوذي من الشيطان. اعوذ بالله منك يا ابليس. ناصر قل لي انت ايش تبي؟ اللي ابيه منك انك تنسين اللي فات، وحنا عيال اليوم مثل ما يقولون، واللي فات مات. ايه قول يا اخوي انك يا تشمت فيني. يا بنت الحلال صدقيني مو بهذا قصدي. ناصر يكون بعلمك انا ما راح اسامحك طول حياتي. ليه؟ وانا وش سويت؟ وش سويت؟ انت عارف نفسك يا اخوي ايش سويت، والعارف لا يعرف. سارة انت ليش كذا؟ انا اخوك وخال ولد. والله زين يا ناصر يا اخوي، يوم عرفت انك انت اخوي وخال ولدي، اجل وين حقي يا ناصر؟ يعني افهم من كلامك انك ما انت مقتنعه من المحكمه والحكم اللي صدر؟ لا يا ناصر، لا يا ولد امي يا ابوي، المحكمه انا مقتنعه من قرارها، لكن تبغى الصدق انا ماني مقتنعه من تصرفاتك معي. تصرفاتي؟ وانا وش سويت؟ انت عارف نفسك ايش سويت ناصر، واللي يرحم والديك تخليني بالحالي الحين، ترى انا ضايق خلقي. طيب سارة بنت امي وابوي، طالما انك زهقانه وطفشانه وش رايك اطلع انا وياك ونتمشى وندخل مطعم ونتعشى ونرجع البيت؟ من متى يا اخوي؟ من متى انت تاخذ اختك تعشيها ولا تغديها؟ بعدين العشاء هذا راح يكون من فلوسي، من تعبي، من حلالي. لا يا اخوي، اقول انا لو تاخذ مرتك وتعشيها يكون افضل. مالي نفس اطلع، ما ابي، مشكور. سارة ما منت فايدة، انت عنيدة راسك يابس. يبغى يعشيني، من متى يا اخوي؟ اقول بس روح خذ مرتك وعشها احسن، ويا ريت بعد من جيبك الخاص، كله من حلالي يا ناصر، لكن هين. شفتي ايش سوت؟ الى الان مصرة اني انا اكلت حقها. معلش يا ناصر، هذه اختك وما رادت تتراجع وتعتذر لك. بالمشمش على ما قالوا، هين هذه اختي وانا اعرفها زين، عنيدة راسها يابس. وبعدين يا نوال الكلام اللي قالته لي خلتني اقطع الشك باليقين انه هذه ما منها فايدة. انا خايف انه زل لسانه وقال الحقيقة لسانه. خلاص يا خالد، اترك الموضوع وانا اتصرف. ليش يا ولدي؟ صباح النور. انا لو يبيع قرش واحد زعل. افكر واشوف. ايش رايك؟ حنا بعد ننحاش. ومن هي صاحبة النصيب؟ انا فكرت زين وما عندي نقاش في هالموضوع.